سيبي يا ميرو، يلا الموبايل اللي في ايدك ده وروقي الشقه، وانا هعمل لكم الاكل وهغسل المواعين. ماشي يا ماما، حاضر. ماشي يا بنتي، ربنا يهديكي. ايه ده يا ميرو، انت لسه قاعده؟ انت ازاي يا بنتي قادره تقعدي في المزبله دي؟ يا ماما، امال اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه يعني؟ انا مش لسه قايلالك تروقي الدنيا حالا؟ قاعده دلوقتي ولا همك؟ اوف بقى، هو مفيش غيري في البيت ده؟ ياه تعبت قوي. انا كده خلصت الشقه كلها، فاضل لي بقى اعمل الاكل واروق المطبخ بالمره. الله يا ميرو، حلو قوي التحدي ده، تعالي نجربه انا وانتي. ماشي يا احمد، بس لما ماما تتشغل عشان ماما كل حاجه روقوا ونضفوا. والله ماما دي محسنه اللي احنا خدامين عندها، كل ما تشوفني تبعتني اجيب طلبات وانا زهقت من النزول. والله مين سمعك؟ وانا كل ما تشوفني تقولي روقي ونضفي، زهقت. مش عارفه واحنا واخدين الاجازه دي عشان نخدمها ولا ايه، مش فاهمه. يا ريت بقى تشيلوا مكان ما تاكلوا كمان وتغسلوا الاطباق. ليه يا ماما؟ خلي ميرو هي اللي تشيل، انا مش هشيل حاجه. هو ده اللي باخده منكم، لماضه وقله ادب وخلاص على كده، وفي الاخر شكل انا اللي هشيل. والنبي يا ماما شيل انتي، عشان انا داخله ومش فايقه وعايزه انام. بجد ما بقاش ينفع طريقتكم دي، انا تعبت منكم بجد، مش عارفه اعمل معاكم ايه. ايه يا بنتي عامله ايه؟ وحشاني والله، بقالي كتير ما قابلتكيش. الحمد لله يا حبيبتي. الولاد معلش مش عارفه اعمل منهم حاجه خالص، طول الوقت مشغوله. ايوه بس الولاد كبروا، خليهم يعتمدوا على نفسهم شويه، يعني مش كل حاجه عليكي. يعتمدوا على نفسهم؟ ده انا ما فيش حاجه بقولها لهم بيسمعوا كلامي فيها، وعشان اتفادى المشاكل ووجع الدماغ ووجع القلب بعمل الحاجه بنفسي. لا يا حبيبتي، ما ينفعش الكلام اللي انتي بتقوليه ده، انا مش ماشيه بنظامك ده خالص. انا عندي من النوم يرتبوا سرايرهم، واوضهم لازم تكون نظيفه، اي مكان يقعدوا فيه لازم يكون نظيف. عايزين ياكلوا يقوموا يحضروا لنفسهم، سواء فطار او غدا او عشاء. يغسلوا الاطباق بعد ما يخلصوا، يرجعوا كل حاجه زي ما كانت نظيفه. برافو عليكي والله، عرفتي تعمليها ازاي دي؟ بصي ما خبيش عليكي، الموضوع بالنسبه لي في الاول كان متعب جدا، وكتير كنت بيأس. كنت افضل اقول لهم شيلوا روقوا واعملوا، وافضل اقول واعيد وازيد، ومره يسمعوا الكلام وعشرة لا. فضلت وراهم واقف على ايديهم لغايه اما يخلصوا الحاجه اللي مطلوبه منهم. مره على مره الموضوع بقى تعود عندهم، خلاص اتسيستموا اتعودوا. بعد ما يقوموا من على الاكل يشيلوا مكان ما كلوا، مكان اللي قاعدين فيه ما ينفعش ما يبقاش نظيف، خلاص اتعودوا. بتفضلي واقفه على ايديهم في الاول، ما تسيبيهمش غير لما يخلصوا الحاجه. بصراحه انا بستسهل واقول بدل ما لسه هقف على ايديهم واعلمهم ويعملوا واصوت وازعق، لا اخلص الشغلانه انا واشوف الشغلانه اللي وراها. يا حبيبتي ما هو ده دورنا، لازم نربيهم ولازم نتعب شويه علشان هم يتعلموا المسؤوليه. يعني انت رأيك لما الطفل يكون قادر ان هو يعتمد على نفسه وعارف يعمل كل حاجة، ولا الطفل يكون ما يعرفش يعمل اي حاجة في اي حاجة، ولو حصلت اي ظروف ما يعرفش حتى يشيل نفسه؟ انت عارفة ان انا مرة تعبت جدا وكنت قاعدة في السرير مش قادرة اخدم نفسي حتى. لقيتهم هم ما شاء الله هم بيروقوا الدنيا وبيخدموني وبيعملوا لي ليمون وبيحضروا لي الاكل وبيعملوا كل حاجة. بقيت فرحانة بيهم جدا، وهم نفسهم بقوا مبسوطين جدا ان هم قادرين يشيلوا المسؤولية. والله بجد برافو عليكي، انا فعلا هحط في دماغي ان انا اشد على الولاد دول شوية، لازم يتعلموا المسؤولية. واوعي تزهقي او تيأسي او تقولي خلاص انا هكبر دماغي وهعمل انا واريح نفسي. لا، انت كده متريحيش نفسك. اولا انت بتجهدي نفسك، هتفضلي تعملي 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 وهتعوديهم على كده، وهيبقى حق مكتسب ليهم. غير اولا مش هيكونوا ناس قادرين يشيلوا مسؤولية نفسهم، مسؤولية المكان اللي هم عايشين فيه. غير ان انت طول الوقت هتحسي ان انت مضغوطة ومش قادرة تعملي كل حاجة، لان الانسان صحته بتتغير من وقت للتاني. غير انك هتعلميهم القسوة، يعني انت لما تتعبي مش هتلاقي حتى حد يشيلك.
بجد الحمد لله ان ربنا بعتك ليا النهارده، بجد ربنا يبارك لك. يلا يا ميرو حبيبتي روقي بقى البيت على بال انا ما اعمل الاكل. يا ماما، هو انا خدامة في البيت ده؟ لا يا ميرو، انتي مش خدامه لما تروقي البيت، ولا انا خدامه لما اعمل الاكل واغسل الهدوم، ولا اخوكي خدام ان هو بينزل يجيب الطلبات من اللي تحت، ولا بابا خدام ان هو بينزل الشغل ويدينا فلوس عشان نعرف نصرف منها. ماشي يا ماما، هبقى ادخل اتفرج على التلفزيون شوية وبعد كده اروق البيت. لا يا حبيبتي، هتروقي البيت دلوقتي حالا وانا واقفه كمان، مش همشي غير لما البيت كله يروق، مكان هقف معاكي فيه لغايه ما يخلص. ماشي يا ماما، حاضر. الله يا ميرو ربنا يبارك لك، بصي الدنيا نظيفه ازاي وجميله. بجد يا ماما، وانا كمان مبسوطة قوي، حاسة اني انجزت حاجة كبيرة قوي. طبعا يا حبيبتي، اما المسؤوليات تتوزع علينا كلنا غير لما تكون على واحد بس، كده مفيش حد فينا يتعب، كل واحد يعمل اللي عليه ما يتعبش، صح؟ فعلا يا ماما، وانا تاني مرة هبقى اروق البيت من غير ما تقوليلي، وهسمع كلامك، ولو احتجتيني في اي حاجة قوليلي وانا هساعدك. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. يلا يا احمد يا حبيبي انزل هات لنا الطلبات عشان اعمل لكم الاكل. يا ماما، انا ماليش مزاج انزل النهارده. مفيش مشكله، انا بالنسبه لي ممكن اكل اي حاجه، بس انتوا اللي هتقعدوا من غير اكل، انتوا حرين. يعني ايه؟ مش هتعملي اكل النهارده ولا ايه؟ على حسب يا احمد، لو جبت الطلبات هدخل اعملها، مش هتجيب الطلبات مين اللي هيجيب يا حبيبي؟ دي مسؤوليتك. خلاص يا ماما، هنزل اجيب. تمام يا حبيبي، يلا انزل دلوقتي عشان الحق اخلص الاكل قبل بابا ما يجي. حاضر يا ماما. يا ماما، جبتلك الطلبات، عايزة حاجة تانية؟ لا يا حبيبي، شفت بقى، انت تجيب الطلبات من تحت وانا اعمل الاكل هنا في البيت، ما ينفعش انزل واتعب واروح اشتري الحاجة وبعد كده اجي اعمل الاكل. كل واحد يقوم بمسؤولياته، الدنيا تبقى اخف على كل واحد ومفيش حد فينا يتعب، صح؟ صح يا ماما، انتي لو عملتي كل حاجة هتتعبي فعلا. اي حاجة تعوزيها بعد كده قوليلي عليها. ماشي يا حبيبي، هي دي الرجولة اللي بحقه حقيقي. شكرا يا احمد يا حبيبي. العفو يا ماما.